أيها الإخوة، الأصولية تتسم بسمات كثيرة، بصفات كثيرة. أنا إلى الآن لسه في الصفة الأولى، كان من مقصودي أن أحدثكم عنها واحدة واحدة، فلا بد أن نسرع، لا بد أن نسرع. من ضمن هذه الصفات العقل الأصولي الذي كما قلنا يغتصب دور الله ظلما وزيفا وجنونا طبعا وانفلاتا. العقل الأصولي عقل تسويغي. لماذا؟ لأنه اجتزائي انتقائي، ينتقي من النصوص دائما ما يساعد هواه. العقل الأصولي سوفسطائي إذن، لأن السفسطة انتقائية. انتبهوا، في الفلسفة كل سوفسطائي هو اجتزائي انتقائي. السوفسطائي لا يمكن عقله مش مثل عقل أرسطو وسقراط. عقل سقراط وأرسطو حتى أفلاطون عقول مركبة. أرسطو حدثنا عن الوجوه السبعة للحقيقة، قالوا ربما 70. احنا نقول ربما حتى 7000. ايش عرفنا؟ الحقيقة لها وجوه كثيرة، الحقيقة لها وجوه كثيرة. اليوم لو تسأل أي عالم في الفيزياء، أكثر علم طبيعي يعني محترم هو علم الطبيعة ذاتها، وحتى في العلوم الأخرى المحترمة الصلبة كما يقال، العلوم الصلبة، لو تسأله ما هي المعرفة؟ ما هي الحقيقة؟ يقول لك ما فيش حقيقة ناجزة، ما فيش معرفة ناجزة يكشف عنها، تكشف الغطاء وتأخذها، ما فيش الكلام هذا أبدا. المعرفة يعاد بناؤها باستمرار، reconstruction، إعادة بناء باستمرار. يعني معرفة نيوتن الطبيعية هي مش معرفة ألبرت أينشتاين. معرفة أينشتاين تضمنت معرفة نيوتن، أعادت صياغتها وفق وفق معطيات جديدة وافتراضات أحيانا جديدة، وتجاوزتها. لذلك أكثر تركبا، أكثر تعقيدا من من معرفة نيوتن وغاليليو، وهكذا يعاد بناؤها باستمرار. المعرفة البشرية دالة كما يقول علماء الرياضة، فانكشن، يعني دالة لماذا؟ دالة لتراكم فرضيات ونظريات وتقنيات جديدة، هي دالة نقدر نعرف وين وصلنا احنا. هذه المعرفة الحقيقية فعلا. المعرفة تبنى، يعاد اكتشافها، يعاد صياغته بناؤه باستمرار، مش هي موجودة وانتهينا أبدا أبدا. واحد يقول لي لا، هذه المعرفة الطبيعية. حتى المعرفة الدينية، إيش رأيك؟ لأن القرآن ما نزلش بس لجيل الصحابة، نزل لكل الأمم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. طب بلغنا اليوم بعد 14 15 قرن احنا، وربما تعيش هذه الأمة كمان 50 قرن، بعد 50 قرن 5000 سنة حيختلف كل شيء، فلسفات الناس، عقولهم. لازم القرآن دائما يقرأ قراءة تلبي ماذا؟ تلبي أحدث ما وصل إليه المشوار البشري، المسيرة الإنسانية. لذلك القرآن حمال وجوه كما قلت لكم. لا الرسول ولا واحد من الصحابة الكرام كان أصوليا يطابق بين نفسه وبين الحقيقة أبدا أبدا. الإمام علي عليه السلام ماذا قال لابن عباس حين بعثه ليناقش الخوارج؟ قال له ولا تخاصمهم بالقرآن، ما تقولش القرآن بيقول، القرآن يحكم، القرآن يقضي. ليش؟ لأن القرآن كما قال هو نفسه الإمام علي عليه السلام، القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق. القرآن ما بينطق. يا ريت القرآن بينطق، كان انتهت مشاكل أمة محمد تماما. كان بين معاوية وبين علي يجي القرآن يقول خلاص هذا مبطل هذا محق، انتهينا. ولا مش صحيح؟ بين الصادق وبين أبي حنيفة، بين أبي حنيفة والشافعي، بين فلان وعلان. ولا مش صحيح؟ القرآن ما بينطق. قال خط مسطور بين دفتين لا ينطق، إنما ينطق به الرجال. هذا بيقول قال القرآن، هذا بيقول لا قال القرآن. كل واحد يتحدث عن ماذا؟ عن فهم نسبي، وجه من الوجوه، وقد يكون وجها خاطئا، زاوية خاطئة، ممكن يحول هذا اللي بتطلق قاعد، ممكن هو أصلا من أصله أحول، ممكن أعمى، ممكن عنده عمى ألوان، ولا مش صحيح؟ ممكن عنده غبش في بصره، ما بيشوفش مليح، مش حديد بصره مش حديد، بلاستيك، بوظة بصره. فقال له القرآن لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. شفت؟ تماما. هنا الإمام علي عليه السلام بريء من كل الأصولية، عمره ما كان أصولي بالطريقة هذه. وإيش رأيك؟ عمره ما كان أصولي. الإمام علي عمره ما قال للآخرين تنزلون على ما أقول وإلا عرضتكم على السيف. إيش دائما كان يعرض؟ بدكوش تحاوروا؟ خليكم في حالكم، كفوا شاركوا عنا، إحنا بنكف عنكم. تحبوا تحاوروا بنحاوركم، يعني في مجال للحوار.
ما قالش عن الحق المطلق وما فيش نقاش. لا 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 لا، في نقاش، تعالوا ناقشونا. لا بدناش نناقش، انت كافر ما فيش مشكله، انا كافر انتوا احرار برضه، ما عنديش مشكله، خليكم في حالكم بس، كفوا عني، تكفوا عني وعن جماعتي، انا اكف عنكم، ولا امنعكم مساجد الله. وتحبوا تجاهدوا معنا نعطيكم نصيبكم من الفي، ولا نبداكم بقتال. شوف العدل، مش اصولي، مش اصولي، ما عندوش هم، مش مهجوس، مش مسكون بهاجس المجانين الاصوليين انه بده يغير العالم، بده يعيد سبك العالم. فإن باب أولى يعيد سبك أمته. يقولون وين يا بابا؟ أنا بحلق، أنا فاضي لكم؟ أنا مخي هنا في إيش؟ نغم كبيرة، مشوار كبير، مخطط كبير، بدي أمحي بيزنطة وفارس والهند والسند وكونفوشيوس، العالم كله بدي إياه يصير إيش؟ تحت راية لا إله إلا الله، كله محمدي. كويس والله، طلع لي حبة ناس بالعراق كذا يقول لهم حبيبكم كلكم. أبدا أبدا، ما كانش عنده أبدا. هو فاهم مش هذا دوره، مش هذا مهمته ولا مهمة محمد. إيش رأيك؟